السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنخدموا سلسله الاولى ديال التمارين بالنسبه للدرس السابق اللي شفناه ديال المواد والكهرباء. نبدا على بركه الله. اول سؤال العدد الذري لذره، واش هو شحنه الالكترون ولا شحنه الكترونات ذره ولا شحنه نواه ذره ولا عدد الالكترونات في ذره؟ كيف شفنا في الفيديو السابق، العدد الذري هو شحنة النواة ديال الذرة، وكذلك عدد الإلكترونات في ذرة. بالنسبة للسؤال الثاني، أيون الكلور. هنا قلنا أيون، علاش؟ لأن هنا كاينة واحد الشحنة. الكلور هو Cl. واش هو كاتيون أحادي الذرة ولا كاتيون متعدد الذرات ولا انيون احادي الذرة ولا انيون متعدد الذرات؟ بالنسبة للإجابة الصحيحة هو انيون احادي الذرة. علاش؟ اول حاجة انيون، دائما انيون كيكونوا مشارجين نيجاتيف، يعني اشارة سالبة، اما كاتيون كتكون شحنة موجبة. علاش قلنا احادي الذرة؟ لأن الكلور عبارة عن ذرة واحدة فقط. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم. ثالثا، تتكون النواة من شحنات كهربائية موجبة، سالبة، موجبة وسالبة، منعدمة. النواة، هذه الكلمة كنت كررتها بزاف في الفيديو السابق. دائما النواة الشحنة ديالها كتكون موجبة، وعاقلوا عليها. النواة مالها الشحنة ديالها كتكون موجبة، عقلوا عليها مزيان. رابعا، أيون الهيدروكسيد OH-، واش كاتيون أحادي الذرة، كاتيون متعدد الذرات، انيون أحادي الذرة، انيون متعدد الذرات؟ دائما هنا كنشوفوا عندي واحد الشحنة سالبة، إذن انيون. غنقولوا انيون ماشي كاتيون. كاتيون كتكون فيه شحنة موجبة، هنا عندنا شحنة سالبة، إذن أول حاجة غتبدا في التسمية هي انيون. بالنسبة ل OH- عبارة عن أحادي الذرة ولا متعدد الذرات؟ هاد أيون الهيدروكسيد كيتكون من جوج ديال العناصر اللي هما الأكسجين والهيدروجين. أكسجين اللي هو O والهيدروجين اللي هو H. إذن هنا الإجابة الصحيحة هي الإجابة ديال انيون متعدد الذرات، لأنه يتكون من عدة ذرات. خامسا، يسمى الأيون الذي له زيادة في عدد الإلكترونات الأنيون، الذرة، الكاتيون، الجزيئة. بالنسبة للأيون اللي كيتزادوا في عدد الإلكترونات دائما كيتسمى الأنيون. الإجابة الأولى. فرقوا ما بين الأيون والأنيون. بالنسبة للأيون هنا كنقصدو يا اما شي حاجه اللي فيها شحنه سالبه ولا موجبه، الايون. اما الانيون هو اللي عنده زياده في عدد الالكترونات كتكون الشحنه ديالو سالبه. والكاتيون حتى هو عنده شحنه ولكن الشحنه ديالو موجبه. اللي عنده شحنه موجبه راه كيكون فاقد الكترون ولا عده الكترونات. عقلوا عليها مزيان. اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه الف. السؤال السادس، الشحنة الكهربائية للإلكترونات. شوف معايا هنا، الشحنة كنقصدو يا اما موجبة يا اما سالبة. ديالاش؟ ديال الالكترونات، وشفناها في الفيديو السابق، الدرس السابق راه شرحناها. الالكترونات الشحنة ديالها كيفاش كتكون؟ هنا عطاوك اختيارات، واش موجبة ولا سالبة، موجبة وسالبة، منعدمة. الشحنة ديال الالكترونات راه بقيت كنكررها في الفيديو السابق، كتكون سالبة. وعقلوا عليها مزيان، الشحنة ديال الالكترونات كتكون ماذا؟
سالبة، إذا الإجابة باء. بالنسبة للسؤال السابع، نعبر عن QN. هاد QN ماذا؟ قالك شحنة نواة الذرة بالعلاقة. واش QN كتساوي 0 فوا سي، ولا كتساوي بليس زد فوا او، ولا كتساوي موان زد فوا او، ولا موان زد. هادي حتى هي شرحناها في الفيديو السابق. بالنسبة لكي شحنة النواة، العلاقة ديالها هي بليس زد او. علاش؟ لأن النواة كتكون الشحنة ديالها موجبة، ياك؟ الشحنة ديالها موجبة، والزد هو العدد الذري، والاو هي الشحنة الابتدائية اللي كنا شرحناها في الفيديو السابق. اذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة باء. السؤال الثامن، قالك أيون الفلور له سحابة إلكترونية مكونة من 10 إلكترونات يحمل شحنة سالبة، الشحنة الموجبة لنواة ذرته. وهنايا ولاحظوا معايا مزيان، أيون الفلور، هنايا هاد الإشارة ناقص كتعني بأن هاد الفلور مالو راه اكتسب واحد إلكترون، قال لك له سحابة إلكترونية مكونة من 10 إلكترونات. قال لك هاد اف هذا عنده واحد السحابة إلكترونية فيه 10 ديال الإلكترونات، ولكن هنا راه اكتسب إلكترون. وقال لك الشحنة الموجبة لنواة ذرته، قال لك الشحنة الموجبة ديال النواة الذرة ديالو. إذا هنا عنده 10 ديال الإلكترونات، ولكن قال لك الشحنة الموجبة يعني هاد 10 ديال الإلكترونات غتفقد إلكترون. شحال غيبقاو 9. وراه هي هادي هنايا درنا بليس لأنه فقد 9 ديال الإلكترونات، حيت كانوا 10 ومشى لي إلكترون بقاو 9. الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم. السؤال التاسع، تتكون الذرة من نواة وذرة، نواة وإلكترونات، نواة وأيونات. الذرة مناش كتكون من نواة وإلكترونات، شرحناها في الفيديو السابق. إذن الإجابة الصحيحة هي باء. بالنسبة 10، ذرة الحديد تصير أيونا عندما تفقد إلكترونين. هنا هاد الذرة ديال الحديد لو فير، كناخدو الحرف الاولى يعني التسمية خداو اف او، ولكن هنا تفقد. دائما تفقد كنديرو اشارة موجبة، ولكن شحال فقدات هنا؟ 2 ديال الالكترونات. لهذا السبب غادي ناخدو هنا الاجابة الصحيحة هي الاولى اف او دو بليس. اما بالنسبة للباء، هنا راه اكتسبات 2 ديال الالكترونات. جيم هاد الكتابة ما كتعنيش لينا راه اكتسبات ولا فقدات، وكذلك كتابة خاطئة. بالنسبة للسؤال 11، نرمز للإلكترون بالرمز. واش الرمز الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الإلكترون الرمز ديالو عقلوا عليه مزيان، هو إجابة باء. كنديرو او والفوق واحد الإشارة سالبة، الرمز ديال الإلكترون عقلوا عليها مزيان. بالنسبة لسؤال 12، الجسيمات أو الدقائق المتعادلة كهربائيا، واش هي عبارة عن ذرات، الإلكترونات ولا النواة؟ دائما الجسيمات المتعادلة كهربائيا هي عبارة عن الذرات.
وليس الإلكترونات والنواة، لأن الإلكترونات شحنتها قلنا سالبة، نواة شحنتها موجبة، ولكن الذرات تكون متعادلة كهربائيا. الإجابة الصحيحة هي الإجابة ألف. سؤال 13. كتلة الذرة تساوي تقريبا كتلة إلكتروناتها كتلة نواتها نصف كتلة نواتها. الإجابة الصحيحة هنا هي كتلة نواتها. كتلة الذرة كتساوي كتلة نواتها، إذا الإجابة الصحيحة هنا إجابة ب. السؤال 14. الأيون Se2+ عبارة عن ذرة نحاس، واش اكتسبت إلكترونين، فقدت إلكترونين، لها نواتين؟ هنا عندك جوج بليس، دائما البليس إشارة موجبة كيعني بأن راه فقدات. وشحال فقدات؟ فقدات جوج، إذا الإجابة الصحيحة هي ب، فقدت إلكترونين. سؤال 15. الأيون هو كل ذرة أو جزيئة فقدت أو اكتسبت أيونا أو أكثر، كاتيون أو أكثر، إلكترون أو أكثر. الإجابة الصحيحة هنا يجب أن تفهم السؤال جيدا. الأيون هو كل ذرة أو جزيئة فقدت أو اكتسبت. هنا كنتكلموا على أيون، يمكن فقد ولا اكتسب. الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم. لماذا جيم؟ لأن أيون لن نتكلم بصفة على آنيون أو كاسيون، وإنما نتكلم عن إلكترون. سؤال 16 آخر سؤال. الأيون الموجب. سؤال سهل، هو عبارة عن فقدان الذرة للإلكترونات، اكتساب النواة للإلكترونات، أم اكتساب الذرة للإلكترونات. الأيون الموجب بكل بساطة ومباشرة فقدان، إشارة موجبة تعني فقدان الذرة مالا للإلكترونات. الإجابة الصحيحة هي الإجابة ألف.